السلام عليكم، يا رب الجميع يكون بخير. النهارده جايين كده نتكلم مع بعض في موضوع مهم جدًا وهي فكرة دراسة الجدوى. ناس كتيرة بتقعد تسألني على فكرة عايزين دراسة جدوى ل100 كتكوت، ل1000 كتكوت، دراسة جدوى للبط، دراسة جدوى للفراخ سواء التسمين، البلدي، حتى الكتكوت البياض، الكلام ده كله. والحقيقة إن أنا لقيت ناس يعني كمان بتديني أرقام، يعني في حد مثلًا يقول لي أنا مش عارف في حد قال لي إن هو عمل دراسة جدوى ل100 كتكوت مش عارف مكسبهم 10,000 جنيه، واحد تاني قال له لأ ده مكسبهم 15,000، واحد قال له لأ مكسبهم 5000. طب هو إيه الصح؟ وهل فعلًا دراسة الجدوى بتتقاس بس على فكرة المصاريف والربح والّا لأ؟ طيب بُص، خلينا الأول نتكلم بشكل إيه، منطقي. أنا النهارده لمّا باجي أتكلم على أي مشروع في دراسة جدوته بعيدًا عن المشاريع الإنتاجية، اللي هي فكرة إن أنت بتربي حاجة والكلام ده كله. المشاريع التانية دي خلاص مثلًا بتصنّع حاجة كده يعني، دي مشاريع هي دي اللي بتتحسب بالفكرة بتاعة إن أنا النهارده هاجيب خامات بقد إيه، هاصنّع تكلفة التصنيع قد إيه، هابيع بكام، يبقى في الآخر أنا أقول كده أهوّة أنا كده باكسب والّا باخسر. لكن دراسات الجدوى اللي بتتعمل للمشاريع الإنتاجية كفكرة تربية، مواشي بقى، طيور، أيًا كان، دي بتتحسب على الكفاءة والجودة اللي أنت طلعت بيها الطائر ده نفسه. يعني إيه؟ يعني حضرتك النهارده جبت كتكوت بسعر غالي، تمام كده؟ وخلال الدورة الدنيا كانت كويسة جدًا، ما كانش في أي مشاكل عندك، ما فيش أمراض، ما فيش أي حاجة، الدنيا يعني normal تمامًا. جيت وقت البيع كان سعر البورصة في الأرض، فلمّا أنت جيت تبيع الدنيا ما جابتش همّها، أو يا دوبك لمّيت مصاريفك، الكلام ده كله. طب يا ترى أنا كده ناجح والّا لأ؟ لأ أنت كده ناجح. ليه؟ لإن أنا طلّعت فرخ بالمواصفات السليمة، حققت أقل معدل في فكرة إن هو الأكل مقابل التحويل. الكلام ده كله طبعًا كانت رعايتي كويسة، ما كان تقريبًا شبه ما فيش أمراض، بس أنا الظروف نفسها بتاعة البيع والشرا هي اللي ما خدمتنيش، ولكن كون إن أنا مطلّع فرخ زي ما بيتقال في السوق كده سوبر، أو فرخ محترم بدون مشاكل، بدون مصاريف كتيرة، يبقى أنا كده نجحت، تمام كده؟ لإن هتلاقي المقابل دوّة واحد تاني جاب كتكوت بسعر رخيص، والدورة كانت عنده يعني فيها بلاوي وأمراض ونفّق منه عدد رهيب، بس جه وقت البيع البورصة خدمته. فقدر إن هو يعوّض خسارته ويعوّض الناتج وكمان يكسب كمان. طب هل ده كده يبقى نجح؟ لأ بالعكس ده فشل. ليه؟ لإن هو ما عرفش يطلّع كتكوت سوبر، ما عرفش يطلّع فرخ سوبر، ما عرفش إن هو يدير دورته سليمة. يبقى دراسة الجدوى بالنسبة للطيور والمواشي والكلام ده كله، المقياس بتاعها الإنتاجية بتاعتك، جودتها عاملة إزاي؟ جودتها تمام، يبقى أنت كده يا باشا أنت راجل ناجح وكده كمّل في مشروعك ده. الجودة بتاعتها سيئة، لأ يبقى أنت كده تعبان وما ينفعش تكمّل. عشان كده دايمًا بانصح الناس اللي هي داخلة جديد في المشروع أو داخلة جديد في المجال، أقول له في الأول إيه، جرّب في عدد قليل، يا رب تجيب حتى 10 كتاكيت، يا عم 20 كتكوت، جرّب فيهم وجرّب فيهم كذا دورة، على مدار السنة كلّها هتلاقي الصيف غير الشتا. اقعد جرّب بُص على مدار السنة كلّها جرّب في عدد قليل زي ما باقول لك كده، يعني 10، 20 بالكتير أوي، في الآخر هتذبحهم وتاخدهم لبيتك ما فيش أي مشكلة. سواء بقى أنت عايز تربي بط، حمام، أيًا يعني مش قصدي حمام يعني قصدي أي حاجة من الحاجات اللي هي التسمين يعني، فراخ بلدي بتاع الكلام ده كلّه. اقعد جرّب على مدار السنة كلّها، وفي الآخر تعالَ بعد السنة دي قيّم نفْسك. لأ والله أنا كنت باطلّع مثلًا معامل تحويل 1.5 1.3 أيًا كان بقى طبعًا حسب الحاجة اللي أنت بتربيها. في البط كنت باطلّع مثلًا معامل تحويل 2، 2.5. يبقى أنا في الآخر آجي أقيّم بقى نفْسي، أنا والله معدلات التحويل بتاعتي كويسة، رعايتي كانت إيه ظروفها، يا ترى كنت فاهم أنا باعمل إيه، كان إيه الوضع معايا في الصيف، كان إيه الوضع معايا في الشتا. الدنيا في الآخر طالعة معايا بكفاءة وجودة كويسة، يبقى أنا كده تمام أخُش بقلب. لا والله أنا الدنيا كانت معايا بايظة وما عرفتش أسيطر على أي حاجة وكنت بأكّل قد كده وفي الآخر ألاقي الحاجة طالعة منّي مسرّضة والدنيا خربانة، لأ يا باشا يبقى أنت كده إيه، المشروع ده مش بتاعك. لكن أي حد هييجي يقول لك دراسة جدوى لعددٍ ما كسّبتني قد كده، ده حاجة من الاتنين، يا بيتكلّم عن تجربته الشخصية، يا إمّا حد نصّاب، حد بيشتغلك من الآخر. ما لهاش تالت. أنا فهمتك كده المقياس بتاع دراسة الجدوى إيه بالنسبة للمشاريع اللي هي فيها إنتاج حيواني أو داجني، تمام، ما تخلّيش حد يضحك عليك، افهم الدنيا عاملة إزاي، جرّب على مدار السنة عشان خاطر ما تخسرش، لحد أمّا تفهم الدنيا أو على الأقل تعرف هل أنت المجال ده مناسب ليك والّا لأ. أشوفكم على خير، سلام.